دخل مسؤول نادي جلاتا سراي التركي في مفاوضات مع لاعب الهلال يوسف أكشيتشيك، وذلك للحصول على خدماته خلال نافذة الانتقالات الصيفية في ظل الرغبة في التدعيم خلال الموسم القادم. وفقا لما ذكرته شبكة تاج فإن نادي جلاتا سراي يريد التعاقد مع يوسف أكشيتشيك لاعب نادي الهلال خلال نافذة الانتقالات الصيفية، وذلك في ظل خروجه من حسابات الزعيم خلال الفترة الأخيرة. ولم يشارك يوسف أكشيتشيك مع نادي الهلال في الموسم الماضي سوى مباريات بسيطة، وذلك بسبب الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية والتي أبعدته عن المشاركة مع الفريق. من جهة أخرى بدأ نادي بالميراس البرازيلي في رسم ملامح استراتيجيته لسوق الانتقالات، حيث يضع عينه على المهاجم الشاب بنادي الهلال السعودي ماركوس ليوناردو كهدف رئيسي لتدعيم خط هجومي في حال حدوث أي تغييرات في القائمة الحالية. وأفاد موقع إيجول العالمي بأن إدارة بالميراس تتابع بدقة وضع ماركوس ليوناردو مع نادي الهلال، ويأتي هذا الاهتمام نتيجة القناعة الفنية بخصائص اللاعب التي تتوافق تماما مع النهج التكتيكي للمدرب البرتغالي أبل فريرا. ورغم عدم وجود مفاوضات رسمية حتى هذه اللحظة، إلا أن النادي البرازيلي يترقب تطورات الميركاتو الدولي وسعر البيع الذي قد يحدده الهلال للتخلي عن خدمات موهبته البرازيلية. ويفضل بالميراس حاليا سياسة الانتظار والترقب لمراقبة القيمة السوقية وموقف نادي الهلال من بيع عقد اللاعب، خاصة وأن النادي السعودي استثمر مبلغا كبيرا لجلب اللاعب من بنفيكا البرتغالي، مما قد يجعل التفاوض حول السعر معركة قانونية ومالية كبرى في نافذة الانتقالات.